النهارده شباب هشرح عن بلابل الاكس الجديدة اللي هتنزل حرفيا. ايوه يا شباب، صدمة يعني كبيرة اوي لاننا لسه شارحين عن بلابل كانت هتنزل، ولقينا فجأة خبر جديد بلابل هتنزل. ويلا نبدأ على الشرح. فيعني اول بلبل زي ما انتم شايفين تطور التنين اللي هو الازرق الكاسر، ولا مش عرفني بس دول لخبطونا. الازرق الكاسر التنين الكاسر. تطور بلبل كارن جديد السي اكس يا شباب، وهو دوت. فحرفيا اسطوري اسطوري اسطوري. وطبعا للاسف الشديد هيكون نظام السي اكس اللي مش الانفينيتي، يعني اللي مش اكسباند، يعني مش اكسباند. بس عندنا قطعة جديدة يا شباب، واللي هي اسيست بليد يا شباب. ديت جديدة جدا جدا جدا، وطبعا هي واللوكت شيب يعني. فطبعا يا شباب لو ركزتوا هتلاقوا ان للاسف البلبل ده مفيش اي واحد يقدر يجيبه، لان هو هيكون من تطبيق بيبلت اكس. وان شاء الله يا شباب هشرح عنه، لازم اشرح عنه الصراحة. هشرح عنه في فيديو مش عارف. المهم طبعا دوت يعني لازم في يا شباب اللي مش عارف، في تطبيق كده بيبلت اكس ياباني. فكرته عبارة عن انك لما بتجيب بلاب، طبعا اسف لو في صوت يعني يا شباب. المهم فكرته يا شباب ان التطبيق دوت بتجيب بلابل، ولما بتجيب البلابل منه يعني انت لما بتشتري بلابل في الحقيقة من تكارتومي الشركة يعني ديت، بيبقى فيه ورا كل علبة كود، فانت بتعمل له سكان من التطبيق ويبقى معاك البلبل دوت في اللعبة عشان في التطبيق قصدي مش اللعبة، عشان تستخدموا البلبل دوت في نزال تقريبا. لا البلبل دوت يعني بتجيب منهم بلابل، بتاخد منهم نقاط، وبالنقاط ديت تقدر تعمل نزالات عشان تقدر تجيب بلابل نادرة. ف بلبل اللي هو تطور بلبل كان في السي اكس هيكون واحد من البلابل النادرة اللي لازم تعمل، يعني لازم يعني في التطبيق تفوز باكستريم فينش عشان تاخد البلبل دوت. ويعني خلونا نبدأ عن شرح اللوكت شيب. شكلها جميل جدا، مخالب يعني، والتنين ابو عين العين، وحتى المخالب يعني قصدي اسنانه يعني صراحة حلو قوي. تصميم اسطوري. والبلبل اسمه بالياباني دريك بريف. ايوه بريف ازاي يعني؟ هقولك هو ازاي. لان هو بيجي ب ميتال بليد، صح؟ ميتال بليد ولا ايه؟ انا نسيت اسمها. المين بليد ما انا نسيت يا شباب من كتر ما احنا بنشرح عن نظام الاكسباند. المهم يا شباب برضو اسف لو في صوت يعني مزعج. المهم البليد ديت نفس المين بليد ديت نفس المين بليد بتاع التنين التنين الشجاع. المهم فيها ليها 3 أجنحة، وطبعا هي مش نفسها لان هي حرفيا جايه بلون كحلي مدهون. فحرفيا الاجانب هيتجننوا على البلبل دوت، لان بلابل الالوان المدهونه بتبقى اسطوريه جدا. المهم البلبل يا شباب بيجي بتاني اسيست بليد معدنيه في بيبلت اكس. ايوه لان اول اسيست بليد معدنيه في بيبلت اكس كانت مع بلبل. المهم الاسيست بليد ديت اسمها جرافيتي، اسمها جرافيتي. يعني عندها حديد هنا وحديد هنا عشان اجنحه يا شباب. دي اجنحه يعني فيها حديد، فضرباتها هتكون قويه جدا. والراتشت فهو فورس 70 4 مناطق للضربات، وطوله 70 ملم. والبت يا شباب بت اي ايجيشن نفس بت بهاموت بليتس، اللي هو اول بلبل من نظام السي اكس الاكسباند اللي بدأ حقبة بلابل الاكسباند حرفيا. القاعدة عبارة عن يعني حرفيا يعني هي قاعدة مش مفيش، هي بتلف على اطراف. يعني ثانية ارسمها لكم، هي بتلف على اطراف حرفيا. هي دي القاعدة هي الاحمر، وجوه فاضي حرفيا. شوفوا فيديو اصلا بقاموس البليتس عشان تعرفوها اكتر، لانها هنا في الصورة مش واضحة قوي. لا اتمنى انكم تشوفوها. المهم البت 16 خط، ومفكرين الاخبار خلصت. لا
ده احنا عندنا يا شباب ايوه بلبل جلوري فالكري هينزل اخيرا وتم تسريب قدراته. فيعني بجد ما توقعناش دوت خالص. فطبعا يا شباب والمفاجأة اللي متوقعناهاش ان البلبل دوت هيكون للاعب 1 كروسو 1. هيكون للاعب كروسو 1 من بيبلت اكس اخو ايهاب يعني. ويعني حرفيا البلبل دوت تقريبا يعني لو لاحظت هتلاقوا هنا في زي مانجا. ايوه البلبل دوت تقريبا للاسف هيكون صعب جدا انك تجيبه النوع. لازم تشتري يعني في شباب بيبلت اكس عنده ايه انك لما تشتري مانجا بيبقى مع المانجا بلبل. ف تقريبا البلبل دوت هيكون ايه لازم تشتري المانجا عشان تاخد البلبل. فصعب جدا 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 انك تجيبه يعني، او مش جدا لا صعب، هنقول صعب بس انما الصعب جدا جدا بتاع التطبيق. فالمهم احنا شرحنا عنه. وطبعا ميزته بقى لان احنا ما كناش عارفين ميزة البليد هي الارتداد يا شباب. لما تجيله ضربة اللاير زي ما انتوا شايفين البليد بترتد كده زي ما انتوا شايفين في الصورة هنا ترتد كده بعديها ترد الهجوم تاني زي ما انتوا شايفين اهو عمل لكم كده. فطبعا يا شباب هقرب لكم الصورة يعني ادي اللي مش شايف يا شباب. بصوا ادي 1 و 2 حتى مرقمين. بصوا في البداية يا شباب البليد بتيجي بترتد كده بتيجي كده بعديها ترد الهجوم تاني زي ما انتوا شايفين. يعني يا شباب لما تجيلها ضربة بتروح البليد كده بعديها تاني كده. فأتمنى تكونوا فهمتوني. وطبعا هيجي مع جهاز طاق سترينج لانشر خيطي. وطبعا هو من نظام اليو اكس المعدل. يعني مش عارف ليه حطوا الجلوري فالكري ال1 مع انه 1 اصلا معاه اسف على الصوت يا شباب. نكمل. مع انه 1 عنده بلبل بهاموت بليتس فليه يحطوا له جلوري فالكري؟ انا صراحه متوقعتش كده خالص. والبت ال اف لو فلات قاعده مستقيمه هجوميه. فكرين خلصنا؟ لا لسه برضو عندنا يا شباب بلبل يا شباب اوكي البلبل اسمه هيفن ايسر او رينج ايسر وبترجمة باسم هاسبرو. واما تكرر التومي فرينج لا ثانية هيفن رينج. وطبعا يا شباب اصلا نزل من هاسبرو البلبل دوت. استكار التومي لسه هتنزله. ويعني الحركة الغبية الصراحة من تكرار التومي اللي لازم نعلق عليها ان هما حطوا البلبل دوت في علبة حظ وهاسبرو اصلا عاملاه في علبة ستارتر. فمين اللي هيشتري بتاع نسخة تكرار التومي يعني مش مهم الصراحة. المهم ان هو بيجي في علبة حظ يعني مع ال5 بلابل دمت. حتى الاسود دوت يا شباب هو نفس البلبل برضو دوت نفس البليد بس مش نفس القطع. وبقية البلابل برضو يعني ديت البلابل عشوائية بس دوت اهم بلبل. وطبعا شرحت عنه في القناة فبس هنشرح عنه سريعا. البلبل برضو يعني طلع عنده ميزة انه من الثلاث حتت دمت بيقدر يمتص ضربة ويدافع عن نفسه يعني بالضربة. وطبعا هو بيجي بالنظام البي اكس المعدل ايوه زي ما انتم شايفين. ايوه طبعا كمان البلبل بليد مدورة زي ما قلنا. يعني البي اكس المعدل يا شباب لازم كل شوية يجي صوت موتوسيكلات ما عليكم. المهم يا شباب فالراتشت هي راتشت 018 يعني هي راتشت مدورة وطولها 80 ملم. والبت ديسك دي اس ديسك سبايك. وطبعا يا شباب ميزة البت ان ليها يعني حلقة بتخلي البلبل يقدر يلف لأطول فترة ممكنة. وطبعا هي عندها تقريبا 16 خط وعن قاعدتها حادة. فنظام البي اكس المعدل يا شباب اللي هو ان عند الشعار بيكون فيه حديد فبس هو ده يعني. واليو اكس المعدل اللي مش عارف هو عبارة عن ان البليد مدموجة في الراتشت. الحاجة الغريبة
ان يا شباب يعني كله كان مستني البلبل دوت يا شباب، كان اكيد هيكون لكروس 7 اللي هو واحد من اخوات ايهاب، وطلع ان كروس 7 بنت. فطبعا كل متوقعش انها تبقى بنت، يعني لان هما كان في صورة كده هم مضللين عليها الشخصيات. بصراحة كان باين انه هيبقى ولد، بس مش مهم خلاص عادي، مش هنستغرب لو في بنات في بيبي اكس. وطبعا بلبل القوار يا شباب اللي هو هيلث نظر مش عارفين عنه اي حاجة، لسه ما فيش تسريب لشكله، هو اصلا اتسرب منه اسمه. تمام. فطبعا البلابل اللي اتكلمنا عنها في فيديو النهارده هتنزل امتى؟ ما فيش موعد ابدا ابدا ابدا. وطبعا شباب التوقعات صحيح بتقول ان بلبل كارن المطور هيكون دوت في الجزء الرابع. معلش سبب الصوت اللي اختفى فجأة. وبلبل كارن هيكون في الجزء الرابع اللي هو دوت، وحرفيا يعني هيكون هو اللي يعني هيكون في الجزء الرابع، وكارن هيكون شرير الجزء الرابع. فمش عارف يعني مستعجلين على الجزء الثالث، وكأنهم يعني الجزء الثالث لسه في الحلقة 27، لسه الحلقة 28 هتنزل فيه. فنزلوا البلبل اللي هينزل في الجزء الرابع دلوقتي في نص الجزء الثالث، يعني حركة مش حلوة من تكارة تومي أوي يعني. فبس كده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم، حطوا لايك واشتركوا القناه وفعلوا الجرس عشان اشاركوا كل فيديو جديد، وقول لي في التعليقات ايه هو اكتر بلبل انت متحمس له من البلابل ديت. انا عن نفسي بلبل الدريك بريف. فبس مع السلامه.